أنا عندي سؤالي هو في عقد كتيرة قوي بتجيلنا واحنا صغيرين، وبنبقى عايزين نتخلص منها بشتى الطرق، بس عمرنا ما فكرنا إن العقدة دي لما بنكبر بتبقى باب رزق كبير قوي بالنسبة لنا، بتبقى ميزة، بتبقى احنا مميزين عن أي حد تاني. بتحاول إن انت تشيل وانت صغير، بتشيلها، مش عايز العقدة دي، لأن بيبقى أنت متعذب من جواك، بيبقى فيه تنمر بتبقى فيه تنمر رهيب 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 بالنسبة لك وانت صغير. هفهمكوا يعني قصدي ايه. في حدش بينزل مختار اسمه، في حد اسمه مش عاجبه، عايز يغيره بشتى الطرق، لأن الاسم دوت ميزه، بس ميزه بالعكس من وجهة نظره. حد فكر بقى ان الاسم ده هو هيبقى باب رزقك بعد كده، لان انت فعلا هتبقى مختلف. زي في مطاعم كتيرة جدا دلوقتي بأسامي غريبة، وكانت من زمان: المعفن، الزبالة، النتن. مفيش حد اسمائهم كده اصلا. ممكن اقولك دي اسماء شهرة دلوقتي، لكن في اسماء تانية فعلا بتبقى غريبة، بيبقى من وجهة النظر الام والاب زمان. يا عم ده عشان الحسد، يا عم ده عشان يعيش، يا عم عشان، بس هو مفكروش في نفسية الولد او البنت اللي جابوهم للدنيا دول. المهم بس اللي هو يعيش. بس انا بقى شايفاها من وجهة نظري حاجة تانية خالص. ممكن يكون فعلا ربنا بيطبطب عليك، الاسم اللي ما كانش عاجبك دوت لما انت كبرت وشغلت دماغك شوية بقى باب رزق ليك. فمش كل اللي وحش واحنا صغيرين بيبقى فعلا وحش ونكمل بيه حياتنا. ممكن بعد كده يبقى فعلا هو طاقة النور اللي ربنا بعتها لك. لو انتم متفقين معايا جاوبوني، هستنى منكم الإجابة بسرعة.